السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم متابعينا الكرام، الحمد لله هدي من راسل وأطمئن على صحتي بعد إصابتي بفيروس كورونا. الحمد لله على هذه العودة، والحمد لله على هذه النتيجة الإيجابية التي حققها المنتخب المغربي كأول المنتخبات العربية أو الأفريقية التي تصل إلى هذا المستوى. نتيجة كان لا يستحقها المنتخب المغربي، لكن بالهدوء والخبرة المنتخب الفرنسي يتغلب بنتيجة هدفين دون رد. المنتخب المغربي قدم مباراة رجولية وقدم فيها كل ما يستطيع، لكن الحظ لم يكن معه في هذه المرة. الفرصة قائمة لبلوغ المركز الثالث ضد المنتخب الكرواتي، داعين وآملين ومساندين المنتخب المغربي بتحقيق هذه النتيجة الإيجابية. بعد هذا الحدث هناك بعض المناوئات التي جرت في فرنسا من قبل المظلمين المتطرف الفرنسي ضد الجماهير المغربية. الفرحة المغربية اكتملت، وحتى هم كانت هذه النتيجة هي مبغضة للمنتخب الفرنسي الذي لا يتمنى الخير للمنتخب المغربي. اليوم كنا في هذه الأخبار بعد مقتل طفل في عمر 14 سنة، وتم دهسه من بعض السيارة الفرنسية التي كانت تحمل العلم الفرنسي. تم دهسه في العلن ولن يهتم له أحد. هذا يبين لكم ما فعله المنتخب المغربي وماذا تعني لهم الفرحة العربية. الفاتحة والروح عليهم وعلى المصابين إن شاء الله الشفاء العاجل، والمنتخب المغربي هو أسود العالم. آمل منكم من المزيد من المتابعة والدعم لكي يستمر معكم ومتابعي جدا. أهلا وسهلا بكم في بيتكم وفي قناتكم. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا التفاعل وعمل اللايك للاستمرار إن شاء الله معكم. حيدر حسين كان معكم.